علاقة نارية مع ضيفة يحكمون عليها من الخارج دون معرفة مضمونها. رحبوا معي ريما. مساء الخير. مساء النور أستاذ هالك، وأنا كثير مبسوطة إني معك اليوم لأنك شخص حقاوي. شكرا. ريما ديب، من الطب للفن، ليش؟ الطب معاناة، الطب وجع قلب، الفن فرح وسعادة، مشان هيك انتقلت. أنا بحب الفرح. ريما ديب، بس قبل أنا مش يعني انتقلت يعني نسيت إنسانيتي، أنا حاليا عندي جمعية. موضوع، هل تحممتي مع أولادك لعمر 11 سنة؟ أكيد. يعني أنا رح أحكي علميا وطب نفس وعلم. نعم. كل ولد اليوم شاب ذكر بيتحمم مع أمه بيتعرف على جسمها وبيصير يقدر يوجه تفكيره، يعني راسه اللي بيديره مش راسه، يعني بيقدر يسيطر على هيجانه، على تفاعلاته الجنسية تجاه الآخرين. مشان هيك بتلاقي الشباب اللي بيربوا براحة جنسية مع أهلهم وببيتهم، ما بيغتصبوا، ما بيعملوا أفعال مشينة. عفوا خليني أسأل، أنت هيك بتتعاملي جنسيا مع أولادك؟ ايه طبعا، وانا اكثر من هيك. انا اوقات بمراحل معينه، ولانه نحن بهجمه النت وبغزوتها على بيوتنا بيقعد ابني نحن بعصر النت اكيد. نعم، بيقعد 24 ساعة على الانترنت، ما بدي اعرف شو عم بيشوف، شو عم ياخد منها، بياخد منها اكثر ما بياخد مني. مشان هيك انا بتابعه. يعني انا اوقات وبكل صراحة بقول ببعث لهم صور جنسية، ببعث لهم صور جنسية ان كان لصبي، يعني تبعث صور جنسية لاولادك؟ ايه، بنت او صبي، بدي اشوف على شو بيتفاعل. يعني هل يا ترى البنت بتعني له او الصبي؟ سؤالي نعم. هل لو عندك بنت تبعتي لها عضو تناسلي ذكري؟ هلا انا ما عندي بنت، بس نعم. اذا عندي بنت بعتقد، لانه انا بمجتمع شرقي بالنهايه بوعيها بطريقه معينه اكيد، بس يمكن ما ابعت لها العضو، بس بوعيها، وبالنهايه بس تكبر بدها تتعرف، خاصه اذا فاتت بالدومين الطبي. نعم. يعني نعم. أنت تشجعين الآباء والأمهات على تحفيز أولادهم على أمور جنسية؟ لا، مش هيك. أنا عم قول للأهل يتابعوا أولادهم جنسيا مزبوط. يعني مثلا إذا مدام سحابك بده حدا يرفع لك إياه، شو بأثر إذا ابنك اللي رفعه؟ سوتياتك بدها تتبكل، خلي ابنك يبكلها عادي، شو بأس، ما هيدا ابنك. يعني خلي يعرف إنه هي أمي، أنا ما في أتهيج على أمي. بده يبلش يفرق بين الصح وبين الغلط، مش عيب. فكرة العيب لازم نشيلها من فكر ولادنا ونبلش نوجههم صح. نعم. وبدي اقول اكثر من هيك، انه انا بحب يشوفوني، لانه بقول انا اذا ابني اخذ بنت بربعي بيرتاح معها جنسيا، واذا ارتاحوا سوا جنسيا بيكملوا حياتهم سوا. خليني استفسر منك عن هذا التصريح اللي انت صرحتيه وهو خطير جدا. لما قلتي انه سوري على التعبير، اللي طلعني او اللي نجحني اللي اجري مش اللي بين اجري. مزبوط. شو بتقولي عن هذا التصريح؟ خليني بس وضح للجمهور. تفضلي. قصدي انه انا ما قدمت تنازلات جنسيه لو وصلت لشهرتي. نعم. مشان هيك خلينا نحذف فكره اللي بين اجري، وما بدي اعلق واقول اذا صح او غلط. انا بدي احكي عن اجري، لانه في كثير ناس فهمت هيدا التصريح غلط، فكرتني انه انا فتش. يعني كيف يعني؟ فهمينا، اشرحي لنا اكثر. فتش يعني انه انا بدعوس ناس لاوصل. انا كنت قاصده انه انا بركض كثير وبتعب بحياتي، والناس قدرت وتابعت وحبيت، مشان هيك انا وصلت. ما وصلت لاني انا بدعوس ناس، مع العلم انه عن جد انا كثير بحترم اجريي، لانه هن اللي حامليني بدايه، واللي ما في خير لحاله واجري ما في خير لحدا. وبعدين اجري كتر خير الله ربنا رسمها. يعني انه في عندك اجرين عن جد بتحس خرج انه يحترموا. يعني تخيل انا مثلا نمرة اجري 36 ادمي صيفي و37 شتا. شو يعني هالموضوع؟ يعني جمال. يعني مثلا مشط اجري، كعب اجري، اصابيع اجري كيف مصفوفين، ضفيري يا عمي ما في عظام باجري، كاحل اجري مبطن. هي بالعصر مره بتجري انه كاحل يتبطن. هل انت بتقدري كاحلك واجري؟ طبعا يا عمي، هول بياخدوني وبيجيبوني انا بلاهم شو بسوى. تخيل قد، خاصه انه مشغولين على الليبرا.
يعني منحوتين نحتوا، انا بشكر ربي عليهم. شكرا ريما، شكرا على تصريحك، شكرا على جرأتك، شكرا متابعينا. حالك مسفقي مربط بالحبل العريض.